هل النادي الاهلي هيتعاقد مع الموهبه التونسيه كريستو؟ اكد موقع فوت 24 التونسي ان النادي الاهلي دخل في مفاوضات مع النجم الساحلي التونسي من اجل التعاقد مع نجمه الصاعد محمد الضاوي الشهير بكريستو لتدعيم صفوف الفريق في دور الثاني من مسابقه الدوري المصري. كريستو بيلعب في مركز الجناح اليمين في النجم الساحلي وبيلعب بقدمه اليسرى، وده اللي كولر عزيز الاهلاوي كان عايزه بالفعل. عاوز جناح يمين يكون اشول، وده اللي قاله في المؤتمر الصحفي لمباراه فاركو. وللعلم كولر مش راضي عن اداء الاهلي ولا لاعب الاهلي، بس برضه يا عم كولر طالما انت عاوز جناح بيلعب بقدمه اليسرى، طب ما انت عندك زياد طارق وعندك ميسي اللي الاهلي تعاقد معاه جديد، فين دول يا عم؟ محمد الضاوي عمره 19 عام وظهر بمستوى جيد جدا مع جوهرة الساحل، وهو هداف الدوري التونسي وسجل 5 اهداف وصنع هدفين في 6 مباريات. وطبعا الاهلي عاوز يدفع جزء من فلوس الصفقه، والجزء الثاني هيتخصم من قضيه كولوبالي الهارب من النادي الاهلي، وتبقى خلصت يا ابو الكباتن دي في دي. فهل فعلا محمد الضاوي هيكون اضافه للنادي الاهلي ولا لا؟ هستنى كل تعليقات